عشان نجرب مطعم بتاع الفريد تشيكن اسمه بك بك تقريبا في وسط البلد في طلعت حرب. بقالنا نص ساعة عشان نكتب الاوردر، مش عارفة الموضوع يستاهل ولا ايه والاكل بتاعهم حلو ولا ايه. ده بقى المنيو اللي انت تقدر تاكل منه فوق. بعد ساعة إلى 5 دقايق بالظبط صحينا، انتظار ساعة ل5 دقايق بالظبط. النونو نام مننا اقسم بالله. اقسم بالله الاكل لو ما طلع حلو انا هكتئب. انا خارجة عشان افرفش، انا هكتئب. ايه حاضر ولا مش عارفه. دي تقريبا توميه. حاضر يا جاني صبحتني. ايه المفروض القطع؟ المفروض ان هما قطعتين بس. ايه الحته الكبيره قوي دي الرز ده العرض ده كله ب175. المفروض ان هو عليه باربيكيو بقى وكده. شوف بقى الرز اول حاجه. حلو. الصوص طبعا حراق قوي بس تحفه. هو ما عندهمش سبايسي اصلا. فدي قطعه طب ادوق منها عشان حاسه ان هي ست. انا هدوق الغلبانه دي بس بصوا قلبها مش حلوه قوي. بالنسبه لي الرز احلى او الفته اللي هم عاملينها دي احلى من الفراخ. احنا خارجين من بيتنا الساعه 11، الساعه دلوقتي 2 ولسه هنبتدي ناكل بسبب المطعم ده. بسببك انتي؟ انا عشان اخترت المطعم ده. بسببك انتي؟ لا انتظار وحش قوي بجد بجد. بصوا يا جماعه المطعم حلو، الرز بتاعه الريزو حلو اوكي، لكن الفراخ مش قد كده يعني مش بيضه قوي كده، مش نظيفه، وحجمها كمان مش كبير. متقلش الوقفه دي كلها خالص بصراحه. يعني في مطاعم بتعمل احلى من كده. انا جبت وجبه بس عشان اجربها. بس يا جماعه بجد بيجي كده مع الوجبه صوص كده غريب. انا بالنسبه لي سميته صوص ولا حاجه لانه طعمه ولا حاجه.